اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من برنامج صاحب الكوره وكاس افريقيا 2017 في الجابون. تعالوا كده نتكلم عن منتخب مصر، ايه العيوب اللي فيه وايه نقط الضعف اللي حصلت في المنتخب، ايه الاصابات الكتيره اللي حصلت واثرت علينا. تعالوا نبدا الحلقه ونشوف هنقول لكم ايه، ونشوف رايكم في الحلقه دي بعد ما تخلص هيبقى ايه. زي ما قلنا لكم من اول حلقه ووعدناكم ان مصر ان شاء الله كان توقعاتنا صح ان مصر هتبقى في النهائي. مصر فعلا دلوقتي هتلاعب الكاميرون الماتش الجاي ومصر وصلت النهائي. فعلا مصر في البطوله دي قابلت صعوبات كتيره وتحديات كتيره، منها اصابات اللعيبه الكتيره قوي اللي عمرنا في اي بطوله حصل لنا نفس كم الاصابات. تاني حاجه ارضيه الملعب اللي كانت سيئه جدا وفضلنا نلعب على الملعب ده لغايه ماتش المغرب. تالت حاجه كانت سوء الاحوال الجويه او بالنسبه للرطوبه كانت عاليه جدا على لعيبتنا، ولاعيبتنا مش متعوده على الجو ده. لو جينا نقارن ما بين لعيبتنا واي فريق تاني او اي منتخب تاني بنتكلم عليه هنلاقي ان لعيبتنا ما عندهمش غير 6 لعيبه محترفين بس في المنتخب. اما بالنسبه للعيبه الاخرى هتلاقيهم بيلعبوا في جو مختلف في اوروبا، في امريكا، في الصين، في اليابان. هتلاقي فيه اكتر من لعيب محترف في كل فريق، ده لو ما كانش ان الفريق كله محترف. غير ان البيئه اصلا بتاعت طبيعه البلد مختلفه جدا عن طبيعتنا. يعني مثلا الكاميرون، السنغال، كل الفرق دي، بوركينا فاسو، طبيعه البلد نفسها وطبيعه الطبيعه بتاعتهم هناك في بلدهم صعبه جدا، فهم قادرين، يعني ربنا سبحانه وتعالى مديهم قدرات بدنيه قادرين ان هم يقفوا على رجليهم ويقدروا يلعبوا تحت اي ظروف. بالنسبه للرطوبه او درجه الحراره ما بتحوقش معاهم او بتاثر معاهم في اي مشكله. لو جينا نتكلم دلوقتي عن عيوب منتخب مصر بالنسبه للتشكيل او بالنسبه للعيبه، هنلاقي ان احنا بس عندنا مشكله في الناحيه الشمال بسبب عبد الشافي. لما لعبنا كريم حافظ اللعيب كويس وكل حاجه، بس مش ده ماتش ومش ده وقته اللي المفروض يلعب فيه. كريم حافظ هو لعيب لسه سنه صغير ولسه ما عندوش خبرات كبيره جدا تقدر تاهله ان هو يلعب في بطوله كبيره زي دي تحت ضغط كبير قوي من منتخب المغرب. زي ما شفنا الضغط اللي كان عليه كان عامل ازاي. احمد فتحي لو جينا نتكلم عليه ان هو في نص الملعب، ما كانش نص الملعب ظاهر قوي جنب طارق حامد، ده بسبب ان احمد فتحي اصلا مش مهيئ نفسيا ان هو يلعب نص ملعب. بيلعب من اول البطوله باك يمين، بعد كده تعالى العب باك شمال، بعد كده لا انت هتلعب خط نص. ماشي، هو لعيب جوكر وبيحل لك اي مكان، بس برضه في حاجه اسمها التاهيل النفسي للاعب. اللعيب نفسه لازم يبقى متاهل نفسيا عشان يقدر يلعب في مركز غير المركز اللي هو بيلعب فيه، او يقدر ان هو على الاقل يأدي فيه بشكل كويس. ده طبعا كان غايب عن احمد فتحي بشكل كبير جدا في الماتش زي ما شفنا. عشان كده كنا حاسين ان في فرق كبير قوي ما بين احمد فتحي وطارق حامد جنب بعض، كنا حاسين ان نص الملعب مش مليان. لحد ما كوبر غير التغيير وطلع كريم حافظ وبدا يرجع فتحي تاني ناحيه الشمال، وبدانا نمسك الكوره كويس تحت رجلينا. فعلا المنتخب المصري عنده حظ كبير جدا في البطوله دي، قدر ان هو يعدي من عقبه المغرب باعجوبه وبستر ربنا. اكتر من كوره المنتخب المغربي ضيعها، كوره جت في العارضه، برضو مصر ضيعت الكور بس ما كانتش بنفس خطوره منتخب المغرب. الحمد لله احنا قدرنا نعدي عقبه منتخب المغرب وقدرنا نصعد للدور اللي بعديه. طبعا في الماتش ده خسرنا مروان محسن وهو راس حربه مهم جدا، زي ما احنا شفنا تاثيره في ماتش بوركينا فاسو. ما كانش عندنا اي محطه هجوميه نقدر ان احنا نوقف الكوره عندها، ناخد فاول يسحبنا لقدام يسحب اللعيبه. ما كانش عندنا كل ده وكان غايب عندنا. برضو تغيير كوكا لما نزل ما اداش بشكل كويس جدا، لان هو طبعا بعيد عن فورمته وبعيد عن مستواه. من اول البطوله ما شاركش مع المنتخب المصري، ما قدرش ان هو ينسمج معاهم بشكل كويس جدا. بس في الاول في الاخر هو ادى شويه اللي عليه. في الماتش اللي بعديه طبعا بوركينا فاسو كوكا اتصاب ومروان محسن متصاب، النني متصاب، عندنا باك شمال عبد الشافي متصاب. كل ده عندنا اصابات كتيره. فعلا هو مش غلط اللعيبه، بس هو برضه لو جينا نتكلم عن اختيارات المدرب هنلاقي ان المدرب مش مختار لعيبه كتيره بدلاء. يعني مثلا عبد الشافي اتصاب، عندنا كريم حافظ، برضه في فرق كبير جدا في المستوى وفي الخبره. يعني مش هينفع ان احنا نقارنه. لو جينا نبص مثلا على الناحيه اليمين المحمدي كبر شويه في السن، ما بقاش بيقدر ان هو يطلع ويرجع بشكل كويس. لو لعب عليه لعيب صغير او لعيب سريع بيتعبه جدا في الماتش غصب عنه، لان سنه كبر وبيلعب في مكان حساس جدا، عايز حد يقدر يلعب رايح جاي وبيلعب بقوه وبنفس الاداء طول ال 90 دقيقه. برضو ده كان عندنا مشكله كبيره جدا في الناحيه اليمين، لان احنا ما عندناش لعيبه كتيره قوي تحل محل ده. لو جينا نتكلم عن نص الملعب وقلنا ان مثلا النني من اول البطوله احنا مثلا بنهاجمه او الناس شايفه ان احنا بنهاجمه لمجرد الهجوم، هو احنا مش بنهاجمه وخلاص، بس احنا ما كناش شايفين اي دور مؤثر للنني في نص الملعب. يا دوب كان بيحلق كور كتيره قوي بتعدي من ظهره. في ماتش مالي في اول كوره للشناوي اتصف بعدها على طول وقدر ان هو يعمل سبرنت ويطلعها بايديه الشمال. الكوره دي كانت معديه من فوق راس النني اللي كان شايف اللعيب جاي من وراه وما حاولش حتى ان هو يضايقه ولو حتى بنطه. فاحنا شايفين ان النني ما كانش ليه دور مؤثر مع المنتخب المصري او بعيد عن مستواه، حتى ما بيلعبش بنص مستواه اللي بيلعب بيه مع الارسنال. فهي دي المشكله
ما بيننا وما بين النني، لكن انا مش بهاجمه لمجرد الهجوم، يعني انا ما فيش حاجه ما بيني وما بينه او حتى ما اعرفوش، وهو لعيب كبير جدا ومحترف وكل حاجه، بس احنا مش شايفينه دور مؤثر. لو جينا بصينا لابراهيم صلاح في ماتش بوركينا فاسو، ماشي ابراهيم صلاح بعيد عن مستواه طبعا زي ما احنا عارفين، يعني هو اقل اللي موجودين، بس لو كان في لعيبه اكتر من كده او حلول اكتر من كده مع كوبر في المنتخب، كان المنتخب المصري كان نص ملعبه هيبقى واقف على رجله شويه، خصوصا ان طارق حامد بيلعب 3 مطوشه او 4 مطوشه بشكل جبار جدا، بروح عاليه وقتاليه ومجهود بدني فظيع، لدرجه ان احنا شايفينه في بوركينا فاسو في اخر الماتش رمى نفسه على الارض وما كانش قادر يتنفس. برضه في ماتش بوركينا فاسو هو كان بعيد عن مستواه شويه بسبب الحاله البدنيه، لعيب يا جماعه بيلعب بقاله 4 ماتشات تقريبا شايل نص الملعب لوحده، خصوصا كمان ان بعد ما كوبر خرج النني في ماتش غانا ولاعب بطارق حامد وجنبه عبد الله السعيد اللي طبعا مش مساك ولا بيقدر يقطع كوره في نص الملعب ولا يقدر يعمل المجهود البدني اللي طارق حامد بيعمله، كان طارق حامد شايل نص الملعب كله لوحده. وستر ربنا ان منتخب اوغندا زي ما قلنا قبل كده رجع لنص ملعبه بشكل غريب جدا، وده كان ستر ربنا معانا في البطوله دي. طارق حامد ما بقاش قادر يقف على رجله بسبب المجهود البدني، فلو كان عندنا نص ملعب قادر ان هو يساند طارق حامد شويه في نص الملعب غير ابراهيم صلاح، كنا هنلاقي ان منتخب مصر ظاهر بشكل كويس. لكن مش معنى ان ابراهيم صلاح مثلا موجود والنني ما كانش موجود فهو يا النني يا بلاش، لا، ما هو احنا ممكن كان يبقى عندنا اكتر من بديل نقدر ان احنا نقف معاهم او نقدر ان احنا نعتمد عليهم في نص الملعب جنب طارق حامد، بس للاسف كوبر كان مختار في كل مكان يا واحد يا اتنين بالكتير قوي، وبرضه سوء حظنا ان احنا في كل مركز كان بيتصاب لنا واحد او اتنين، ما كانش عندنا بديل قريب حتى للاعب الاساسي اللي بيلعب، زي ما قلنا ان عبد الشافي وراه على طول كريم حافظ، الاتنين بعيد جدا عن بعض بالنسبه للمستوى. لو جينا نتكلم في ماتش بوركينا فاسو، مصر كانت بعيده جدا تماما عن مستواها، كنا قليلين جدا، ويمكن ده كان اسوأ ماتش ظهر فيه المنتخب المصري طول البطوله، ما كانش عندنا لياقه بدنيه قادره ان هي توقفنا على رجلينا، لعيبتنا كانت مجهده بشكل كبير جدا، ما كانوش مركزين. منتخب بوركينا فاسو كان ماسك الكوره بشكل كويس جدا، لعيبه كلها صغيرين، حتى اللعيبه اللي مش صغيره، يعني مثلا لعيب رقم 7 عنده 30 سنه بس تعب المحمدي وعمل جبهه من اخطر ما يكون، والحمد لله ان هو ما كانش موفق طول الماتش، وكان كل كوره بيشوطها او بيرفعها كانت بتطلع بشكل غلط. الحمد لله ان احنا قدرنا نخرج من الماتش ده بنتيجه ايجابيه، فعلا لعبنا 120 دقيقه وقدرنا ان احنا نخرج بضربات الجزاء ونكسب، الحمد لله برضو ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، فالحمد لله. بس في الاول وفي الاخر منتخب مصر كل العيوب اللي حصلت له في البطوله دي، اول حاجه زي ما قلنا ان ما كانش فيه اختيارات كويسه بالنسبه للعيبه او البدلاء اللي موجودين على الدكه، تاني حاجه سوء الارض، تالت حاجه كانت الرطوبه العاليه جدا على لعيبتنا اللي ما كانوش قادرين يعيشوا في نفس الجو ده او يقدروا ان هم يجاروا اللعيبه التانيه بالنسبه للجو اللي موجود في الجابون. منتخب مصر الحمد لله ان هو قدر ان هو يصعد للدور النهائي، وزي ما قلنا لكم برضو ان احنا كان توقعنا صح، وقدرنا ان احنا نقول حاجه كويسه، والحمد لله ان احنا في النهائي وقدرنا ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه كويسه، وان شاء الله مصر هتاخد البطوله. لو جينا نتكلم على الناحيه الايجابيه بالنسبه لمنتخب مصر، هنلاقي ان منتخب مصر كده وصل للمباراه رقم 24 بسلسله اللا هزيمه. منتخب مصر كده يبقى اكتر منتخب قدر يحقق سلسله اللا هزيمه في تاريخ كاس افريقيا، مفيش منتخب قبل ولا بعد منتخب مصر اعتقد ان هو ممكن يوصل للرقم ده من غير ولا هزيمه. كمان منتخب مصر ده النهائي رقم 9 في تاريخه، منتخب مصر واخد 7 مرات كاس افريقيا، خسر نهائي واحد وده النهائي التاسع. ومنها احنا لازم نذكر برضو ان هيكتور كوبر قدر ان هو يوصل مع كل الفرق او مع اغلب الفرق ان هو قدر يدربهم ل7 نهائيات، بس للاسف خسر ال7 نهائيات وما قدرش ان هو يحقق منهم ولا لقب، منهم 2 دوري ابطال اوروبا مع فالنسيا في سنه 2000 و2001 ورا بعض وخسرهم، ومنهم برضو 2 دوري خسرهم في اخر يوم ليه. فهيكتور كوبر مصنف من اكتر المدربين فقر في العالم، فربنا يستر ويبقى فقره بس كان مع منتخب مصر في الاصابات، ان شاء الله نحقق التامنه ونكسب الكاس، وان شاء الله الكاس مصريه. بكده نبقى وصلنا لنهايه الحلقه، هنستنى منكم تعليقاتكم او التوقعات بتاعتكم ما بين النتيجه ما بين مصر والكاميرون، ما تنسوش تبعتوا لنا في الكومنتس تحت، نستنى التوقعات بتاعتكم. ما تنسوش برضو ان المنتخب الكاميرون قدر ان هو يطلع اكتر من منتخب كان مرشح بقوه للبطوله كمركز اول زي السنغال، وزي الماتش اللي فات لما خرجوا غانا بنتيجه 2-0 وكانوا عاملين اداء عالي جدا. هنستنى زي ما قلنا لكم تعليقاتكم تحت، واي رد هتقولوه هتلاقوا الرد بتاعه في وقتها. اشوفكم الحلقه الجايه وان شاء الله الكاس لمصر. سلام.